السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن عبد الكريم تدريب الكلاب. النهارده هكلمكم على أفضل مرحلة تدريب للكلب. أفضل مرحلة تدريب للكلب هي من بداية 6 شهور. طيب إيه الأسباب؟ وده بنتكلم على كلاب الأهالي. خلي بالنا كلاب الاهالي، لو كلاب لمهام عسكريه او مهام امنيه لازم يكون ناضج تماما، وهو بيبقى واخد مراحل تاهيل لغايه ما يجي يتخصص في النوع اللي هيعمله في المجال الامني. يعني مثلا مش اقل من سنه ونص في المجال الامني، يعني ما طلعش كلب مفرقعات وهو لسه مش ناضج، لسه في مرحله لعب او مرحله طفوله او الحاجات دي كلها. ربنا قسم الكلب ل3 مراحل، فانا بحترم الموضوع دوت، اللي هو اول 6 شهور بابز، تاني 6 شهور ادلز جونيور، تالت 6 شهور وما بعد شهرين بيبقى ادلز. فعشان كده في مراحل نضج ذهني للكلب. المرحله الاولى بتاعت 6 شهور ديت ممكن تكون مراحل لعب ايجابي، يعني مثلا اجيب الكلب وادربه على الحاجات اللي هي ممكن تديني ايجابيات. يعني مثلا لو قلت له اقعد ونام والحاجات دي كلها، هي حاجات مش تبقى خدميه قوي بس هياخدها باللعب، بس انا كده عملت زي عنصر تشويق لمرحله الجونيور. لما اجي اقول له اقعد وابتدي اخصص الاوردر، في فرق بين ان اعلم الكلب حركه وفي فرق بين ان اخصص الايه الاوردر ده والحركه دي على حياتي اليوميه. يعني مثلا لما بقول للكلب اقعد، بيقعد ليه؟ عشان يبقى شكله حلو وهو بيقعد؟ لا، بيقعد عشان يخدمني انا. لما يمشي بيمشي عشان ايه؟ بيمشي عشان انا همشيه وما بيكونش فيه ارهاق ليا او الحاجات دي كلها. فتدريبات الكلب راجعه لي انا خدمه، مش رايحه للكلب كوظيفه الكلب يستعين بيها او يبقى مرن او محترف او ايا كان. الكلام كله مش راجع للكلب، انا بدرب الكلب يرجع لي انا خدمه ويبتدي يريحني انا. فالتدريب الفعلي اللي هو ممكن يديني نتيجه ايجابيه لكلاب الاهالي هو من بدايه 6 شهور يكون الكلب نضج شويه او عدى من مراحل شغل سن البابز اللي هي بيبقى فيها لعب كتير قوي، في باور عايز يطلعه في اللعب مش في الايجابيات. يعني انت بتقعد تناديه، على فكره في نسخ بتستجيب، بس خلي بالنا عشان من ايه ما يبقاش فيه الموضوع ايه يعني عام. احنا قلت قبل كده احنا بنطلع من الكلب طريقه التدريب من دماغه، فممكن تلاقي كلاب ايجابيه. عشان كده احنا بنقول الكلاب الايجابيه اللي هي ايه، بتقعد لي وتسمع لي الكلام والحاجات دي كلها، وده بيفرق عن كلب لسه هبتدي اخليه يسمع كلامي. وده قلنا ازاي نختار الكلب، او مش عارف لسه ما قلتلهمش، راجعوا لي كده لو انا قلت لكم ازاي تختار الكلب الصحيح اللي يدي لك التدريب العالي. فالتدريب الفعلي اللي هو ايجابي اللي هو بيديني كل اللي انا عايزه من بعد ال6 شهور او من بدايه ال6 شهور في مرحله نضج الكلب. وزي ما قلنا بيختلف من نسخه لنسخه ومن مخ كلب لمخ كلب، ومفيش كلب شبه التاني زي ما اتفقنا، ومفيش فصيله شبه التانيه. كل كلب بيديني وظيفه زي ما ربنا ايه شرعه وخصصه، وكل كلب مش شبه التاني في الايجابيات. في كلب عالي جدا ومهاراته عاليه جدا وحواسه وغرايزه شغاله بطريقه مش ممكن، وده هتلاقي لو لقيته تبقى انت اخدت كنز فعلا. وكلب طبعا ابطا 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 بيجي بالتدريب، وفي كلب بيجي بسرعه وفي كلب بيجي ببطء. يعني في كلب بياخد وقت في التدريب وفي كلب بيجي في زمن تدريب اقل. واحسن بيئه للتدريب لو انت مش عارف تشغل كلبك هو انت كمدرب لكلبك صاحب الكلب ما عندكش خبره في الموضوع دوت، بتبتدي تستعين بالخبير قبل ما تعمل حاجه في الاخر تبتدي تندم عليها وتعالجها. زي ما اتفقنا قبل كده التدريب اسهل بكتير من علاج الكلب في البيهيفير او سلوكياته زي ما بتسمع كده، ولكن التدريب الخام للكلب الخام اسهل بكتير جدا، وده بيرجع لاختيار الكلب زي ما قلنا في حلقات قبل كده. اي اسئله عن بدايه تدريب الكلب او تدرب الكلب ازاي او امتى تدريبه ابعت لي كومنت وانا هعمل لك حلقه مخصوص. كابتن عبد الكريم تدريب الكلاب.